ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ومع حلقه جديده بعد غياب تقريبا اكتر من سنه فضلت تقريبا ما انزلش اي حلقه. جه الوقت اللي اقدر اقول ان انا ممكن دلوقتي شويه اقدر التزم شويه في الحلقات، فبما اننا ان شاء الله هنعرف نرجع نعمل حلقات قررت انزل حلقه اوضح فيها السبب ليه انا ما قدرتش اعمل اي حلقات خلال السنه اللي فاتت. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. معاكم عزيز سعيد وشوف الموناليزا. شوف الموناليزا. طبعا الكلام في الحلقه شخصي باحت وملوش اي علاقه بالكوره او بالمحتوى او باي حاجه ليها علاقه بالبرنامج، هو كلام شخصي 100% عن ايه السبب اللي خليني ما اعملش اي حلقه خلال السنه اللي فاتت. لاني شايف ان ده حق عليا، ان حتى لو كان في اتنين مستنيين مني اي حلقه خلال السنه اللي فاتت ان انا اوضح ايه السبب اللي خلاني منقطع الفتره دي كلها. وممكن لو حضرتك مش مهتم وده شيء احترمه جدا عادي، هي الحلقه ما فيهاش اي شيء مهم غير كلام عن سبب الانقطاع واعلان مهم عن محتوى البرنامج في اخر الحلقه هنزله اساسا في فيديو لوحده. اول حاجه، اكتر فتره كنت منتظم فيها في عدد الحلقات كان من شهر 3 في 2021 لشهر 3 في 2022. الفتره دي من غير توقف الدوريات كان بينزل حلقتين على الاقل في القناه، وخلال السنه كان في 97 فيديو نزلوا في القناه ساعتها، وده يعتبر رقم مش وحش قوي مع عدد الراجل زي الدكتور ممدوح نصر الله اللي ممكن ينزل 97 حلقه دي في يوم واحد. بس عموما بالنسبه للحلقه هيكون فيها مونتاج وتقطيع، 3 حلقات او حلقتين في الاسبوع هيكون رقم كويس جدا. وبالنسبه لشهر 2 تحديدا، انا ساعتها كان فاضل لي شهر ونص على اهم امتحان في حياتي، ولو حد كان عايش في السعوديه او كان بيدرس نظام سعودي فهو كان امتحان القدرات. وبالنسبه للي مش فاهم النظام السعودي، فبالنسبه للناس بتقول لك هنا في الجامعه في مصر 50% بيكون عن طريق المدرسه و50% عن طريق امتحان القدرات. فقررت مع نفسي ان انا على الاقل الشهر ونص ده بس مش هعمل اي حلقات وهحاول ان انا اركز في المذاكره. انا فعلا قبل الشهر ونص ده كنت عارف اوازن بين المذاكره والحلقات، بس بعد كده قلت لنفسي ان انا مش هسامح نفسي لو كنت جبت درجه وحشه لا قدر الله بسبب الحلقات اللي انا بعملها. فقلت التوقف الشهر ونص ده مش هيخسر، وما كنتش عايز احس ان انا قصرت باي شكل في الموضوع ده، خصوصا ساعتها ان محدش من اهلي اثر معايا باي شكل من الاشكال في الموضوع ده. وفي الشهر ونص ده ذاكرت مذاكره كبيره جدا لدرجه ان انا فاكر ان في يوم صحيت الساعه 11 الصبح، والله من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 12 بالليل من غير ما اقوم، مع راحات بسيطه 5 دقائق بالكتير كنت قاعد بذاكر 13 ساعه دي. واللي بعدها بسنه واحده بس اكتشفت ان هو رقم صغير، بس خلينا نخش للموضوع ده بعدين. وبعد كده جه وقت الامتحان واللي هو بالظبط 19 مارس، ودخلت الامتحان وحليت حلو جدا الحمد لله. وبعدها باسبوع طلعت النتيجه وكان الحمد لله فيها كرم كبير جدا من ربنا. ومن اليوم اللي طلعت فيه نتيجه اللي هو 24 مارس كان من المفترض ان انا ما وريش اي حاجه في الدنيا، والمفروض في الفتره دي كنت انزل اكبر عدد من الحلقات. ولكن مش عارف بعد ما خلصت الامتحان اللي حصل لي، ومش عارف في ناس كتير تعرف تفهم الموضوع ده ولا لا، ولكن حصل لي حاجه عمري ما كنت اتوقعها، وهي ده الاسترخاء. بعد الامتحان ما كنتش عارف اعمل اي حاجه في حياتي، ما كنتش عارف اعمل اي حاجه كنت بعملها في يومي العادي، ما كنتش عارف اقضي مشاويري بشكل كويس، ما كنتش بنزل اتمشى حتى في الشارع، وحتى والله ما كنتش بخرج مع اصحابي كتير زي ما كنت بخرج قبل الامتحان، مع انه والله كان بيكون ليا مزاج كبير جدا ان انا اخرج معاهم، خصوصا ان انا كنت عارف ان دي اخر فتره ليا في السعوديه، فكنت عايز اقعد معاهم شويه قبل ما اسافر. ولكن والله فعلا ساعات كنت ببقى مش قادر اتحرك، وبالتالي للاسف ما كنتش عارف اعمل اي حلقات. حاولت اعمل ساعتها حاجات بسيطه كل فين وفين، حتى هتلاقي من شهر 3 لشهر 6 في 4 حلقات ولا 5 حلقات، وللاسف ما استغلتش اكتر فتره كنت فاضي فيها في حياتي. وبعد كده الموسم خلص وحصل اهم حاجه كانت سبب في وقوف البرنامج، وهو ان بعد 17 سنه عشتها في السعوديه، بعد نهايه العام الدراسي ساعتها في السعوديه نزلت هنا في مصر عشان اكمل تعليمي. ويمكن دي كانت اصعب واحسن نقله حصلت لي في حياتي. الفكره مش موضوع اني نزلت مصر ولا فكره ان مصر وحشه، لا مش قصدي كده، انا حتى لو كنت نزلت المانيا كان هيفضل الموضوع ده ساعتها صعب جدا بالنسبه لي. انا للاسف كنت خلاص بنيت كل حياتي هناك في السعوديه، البيت اللي عشت فيه اغلب عمري كان في السعوديه، اهلي في السعوديه، وصحابي اللي فعلا ممكن اقدر اقول عليهم صحاب العمر كانوا برضه في السعوديه. وبصراحه العلاقه فضلت موجوده ما بيننا حتى بعد ما نزلت مصر، ولكن الموضوع ما عادش بنفس السهوله اللي كان موجود في السعوديه، لان ما شاء الله كل واحد فيهم عايش في حته، واحد عايش في كفر الشيخ وواحد عايش في سوهاج وواحد عايش في القاهره وواحد عايش في المنصوره، متوزعين على ارجاء الجمهوريه، فعشان نتقابل الموضوع بقى صعب جدا. وبرضه الاماكن اللي بحبها كانت موجوده في السعوديه، حتى الاستوديو اللي كنت بصور فيه انه كان فيه صور منظمه بشكل عشوائي جدا، بس مع ذلك كنت بحب الحته دي جدا من البيت، وبحس فعلا ان هي دي الحته بتاعتي في البيت. فالموضوع ان اسيب كل ده ورا ظهري وامشي ما كانش سهل اطلاقا، خصوصا اللي عارفيني كويس انا انسان ما بحبش اي وداع في الدنيا. فتخيل ان في خلال شهر بس ودعت يجي 20 واحد وكلهم فعلا ناس قريبه لقلبي. وفضلت فتره كبيره جدا في مصر، ما اقدرش اقول اني كنت مكتئب، بس كنت متضايق بشكل كبير، ومهما خرجت او انبسطت
كنت برضو بلاقي نفسي على نهايه اليوم لسه متضايق، وكنت لسه مش مستوعب ان كل ده حصل. والمهم طبعا ان في الاجازه لما نزلت هنا مصر كان لسه الاستوديو مش جاهز، وكنت لسه مش عارف هصور فين وهقعد فين وهكذا. ولكن الحاجه المهمه اللي حصلت في الاجازه دي هو ان الحمد لله بفضل ربنا دخلت كليه طب بشري، وبعد كده بدات فتره الجامعه. مع اني ما حبيتش جو الاجازه قوي لان زي ما قلت ما عرفتش استوعب النقله اللي حصلت، ولكني برضو ما كنتش عايز الجامعه تخش باي شكل من الاشكال. ما كنتش مرتاح، ما كنتش متفائل بدخول الجامعه. ولكن مهما طولت الايام كان لازم اليوم ده هيجي في يوم. وفعلا بدات الجامعه. اول ترم في الجامعه كان اصعب ترم عدى عليا في حياتي تقريبا. اول مره اعتمد على نفسي في حاجات عمري ما كنت بلمس ايدي فيها، زي مثلا شغل البيت، الطلبات. وطبعا كل ده مع النقله الكبيره في المستوى التعليمي من المدرسه للجامعه، خصوصا ان منهج طب نفسه صعب اكيد. وساعتها حصل كذا موقف في الجامعه كان مضايقني جدا. وفي الفتره دي كنت مضغوط جدا في المذاكره، وكنت مش بعرف اعمل اي رياضه. حتى لعب الكوره اللي كنت بلعبه على الاقل مرتين او مره في الاسبوع فضلت تقريبا 3 شهور ما بلمسش كوره. وحتى ساعتها للاسف وزني بدا يزيد، وده طبيعي بسبب كل اللي قلته. وكل اللي انا قلته ده اتجمع عليا في اقل من شهر تقريبا. وانا كنت لسه مش مستوعب ان انا دخلت جامعه اساسا، وكنت بحس نفسي لسه عيل صغير اساسا. والفتره دي فعلا والله كانت اصعب فتره في حياتي. وحتى مشوار الجامعه نفسه كان تقيل جدا على قلبي. ودي اكتر فعلا فتره ممكن اقول ان انا كنت متضايق فيها. وحتى في ايام اخر الاسبوع اللي ممكن اقول ان انا ممكن اصور فيها حلقه، كنت يا دوبك بلم اللي اخدته في الاسبوع اساسا. وفعلا الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه في الفتره دي ساعتها هو الكاس ده. غير كده الامور كانت صعبه جدا. وطبعا مع حدوث كل ده نسيت ان انا اجهز الاستوديو حتى. ولكن الحمد لله بعد كل ده عرفت اعدي الترم الاول بتقدير كويس الحمد لله. ودخلنا بعدها في الترم الثاني. الترم الثاني ممكن الواحد اتعود على الدنيا شويه وعرف يوازن في الامور شويه. وفي فتره من الفترات فعلا كنت قررت ان انا هعمل حلقات في وسط فتره الدراسه، لاني فعلا كنت حاسس ان انا بدات اوازن الدنيا شويه. ولكن مره واحده ومش عارف امتى كنت لسه مخلص الميد ترم، وفي اقل من 3 اسابيع والله العظيم بدات فاينل. فكون ان انا بقالي شهرين ونص بمتحن بس، ما عدا اسبوعين اللي يا دوبك لميت فيهم اللي حصل بين الميد والفاينل، والله الواحد ما كانش عنده اي وقت يعمل اي حاجه في حياته. بطريقه ما اللي حصل معايا في الترم الاول في زنقه المذاكره اتكرر تاني في الترم الثاني وانا مش حاسس. فده للاسف والله برضه نساني موضوع الحلقه. ولكن النهارده انا بصور في اخر يوم ليا في الترم الثاني، ومعنى كده بدخول الاجازه. فالحمد لله الواحد هيفضى شويه، وان شاء الله هيعرف يصور عدد كبير من الحلقات. فنقول يا رب ما يحصلش اي عوائق تانية، وان شاء الله نعرف نصور حلقات كويس. ومعلش لو دخلت في امور شخصيه شويه، بس زي ما قلت انا كنت حاسس ان ده حق عليا لاي واحد فعلا كان مستني اي حلقات مني الفتره دي. واخر حاجه بقى وهو اعلان مهم بالنسبه للبرنامج، ان شاء الله من بدايه الفتره الجايه اي حلقه هتعملها هتكون هتنزل على قناه شوف الموناليزا بدل القناه اللي كنت بنزل عليها وهي القناه اللي كان اسمها عز الدين السعيد، بحيث ان هو الحلقات كلها تبقى في قناه واحده. لان هو والله مش من كتر الحلقات قوي يعني. ولكن ان شاء الله اي حلقه نزلت على قناه عز الدين السعيد هتفضل موجوده زي ما هي مش هتتمسح. فلو حد كان عاجبه اي حلقه ولا حاجه وعايز يشوفها تاني هتفضل موجوده زي ما هي. وان شاء الله اي حلقه جديده هتنزل على القناه هنا. وبس دي كانت رحلتي في اللي حصل ساعه فتره التوقف. واتمنى ان شاء الله ان الواحد بعد كده يعرف ينتظم في الحلقات شويه. ويا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. سلام. وبالمناسبه احب اكد ان وليد مش دكتور خالص، وان الحلقات هتنزل في القناه عنده بكل رضا مني ومن غير اي غصب او اي حاجه. طب ما انا قلت اهو ان انت مش دكتاتور. هي اصلا. طب ماشي ما انا قلت اهو. طيب ماشي اوكي. ماشي عايز ايه طيب؟ متأكد فين ايجار الحاجه اللي انت شغال عليها؟ لسه اول الشهر طيب. شغالين لك التكييف. طب ما اول الشهر طيب. لا معلش اول طب شهر انا ما مين؟ هو قبضتش. لا هي بالحلقه بحلقتها لو طب ما انا ما قبضتش لسه. قبضت مين؟ انت هتقبض كمان. مش هتنزل لي الحلقه يعني؟ لا هو قوم يا بيه قوم يلا قوم. اشوفكم الحلقه الجايه يا جماعه. سلام.